السلام عليكم حبايبي الغاليين على قلبي. اللايك ما تنسوهوش، وبفكركم تاني انا بعمل كل فيديوهاتي شورت عشان ما اضيعش وقتكم واضيع العلاقه بتاعتكم، فلوسكم يعني بحافظ عليها. انا ما باخدش حاجه من اليوتيوب على فكره، انا لو 100 واحد بس شافوا الفيديو بتاعي بكون مبسوط. سنه 2005 كنت بشتغل في شركه مصريه المانيه في 6 اكتوبر، في تكنولوجيا كهرباء السيارات. وبعدين كان الموتوسيكل الصيني نازل جديد، انا ما كانش معايا عربيه، جبت موتوسيكل صيني. فكان في واحد شغال معانا في الشركة، يعرف ولاد جورج نعسانة اللي كانوا واخدين توكيل الموتوسيكل المعدل زمان في الدقي. فرحت معاه في يوم واتفقت ورحنا جبنا موتوسيكل. ما علينا يعني، الراجل وقف معايا بصراحة، جابولي بسعر رخيص جدا. كان نوع الموتوسيكل اسمه انتوس. انا كنت بركب موتوسيكل على خفيف مش حريف يعني، والصراحة ما بحبوش. الناس ادوني الموتوسيكل والخوذه والجواب بتاعه، والمفروض ان انا هطلع من الدقي اروح على ميدان لبنان على المحور على 6 اكتوبر في سنه 2005. يعني ليكوا ان تتخيلوا ان المحور ده كان بقاله بتاع مثلا 7 8 سنين 10 سنين، فكان طريق حيوي قوي بالنسبه ل 6 اكتوبر، ويعتبر شبه حر يعني. انا ماشي بالموتوسيكل ولابس الخوذه ومرعوب ان حد يوقفني، ولا معايا رخصه موتوسيكل وقياده موتوسيكل، ولا معايا رخصه الموتوسيكل نفسه، مجرد جواب. وانا ماشي، فانا ماشي في اليمين وملتزم قوي، وعامل بقى زي محمد هنيدي في فيلم رمضان مبروك، لما كان الواد ابن الوزير ماشي وراه بالبي ام، لو قعد يزمر له يقول له التزم بالطريق. فانا قبل الشيخ زايد لقيت ورايا سرينة شرطة. وبعدين مش بس سرينة، ده ظابط بينادي في المايك: اركن يا موتوسيكل، اركن يمين يا موتوسيكل. قلت يا سنة سودة بقى، انا خايف من امين شرطة يقابلني يسألني على الرخصة، تيجي ورايا حملة كاملة. المهم انا اتلخبطت وركنت، ووقفت خايف ابص ورايا حتى ولا جنبي، مستني اللي هيقفوا ويقبضوا عليا. ولقيت فن فن، اتاري موكب السيد اللواء حبيب العدلي وزير الداخليه وقتها. يعني انا اللي ثبتني على المحور مش امين شرطه، اللواء حبيب العدلي شخصيا.